بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده انا مصوره بقالي شوية، بس بقى على ما سجلته عشان كان عندي برد والصوت كان فيه بعافية شوية. احنا جالنا ايه موسم رمضان. حبايبي جابوهولي ابويا وامي، حبيت اوريكم كده. كل سنة بيجيب لي الحاجة ديت مش بشيل همها. يلا نشوف الكيس دي فيها. هنا كنت اول مرة افتح الكيس دي وانا بصور كده. طبعا علبتين سمنة، علبة كيلو، علبة 2 كيلو، وهنا علبتين جبنة. أنا برضو الحاجة دي كنت بطلع كده من الكيس واكتشف وأنا شغالة معاكم. و2 مربى، وإيه تاني، وباكو صلصة. كل سنة بيجيبولي الحاجة دي. كيس بلح، بسم الله ما شاء الله، البلح ده جميل. البلح الناشف ده اللي هو سهل في القرقشة بتاعته، بنبله ونفطر عليه. وطبعا كيلو مكرونة، كيس مكرونة، وكيس رز، وإزاز الزيت ما نضيف. الحاجات دي بتنفعني في الكحك والبسكوت طبعا. وكيس سكر. وهنا بقى الكيس التاني، البلح اللي هو البلح الطري اللي هو زي العجوة، اللي هو الناشف، مش عارفة هو اسمه رطب ولا اسمه ايه. اهو ده انا بعمل منه على البيض. يعني بعمله ايه، بفصصه كده واحمره في السمنة واحط عليه بيض، بيبقى جميل. يعني بيض بالبلح او بالعجوة. ده للعصير، وده للسحور، او بناكله حتى كده من غير ما احمره على بيض ولا على حاجة. وطبعا بقى حاجة الكنافة والقطايف، جوز الهند، السوداني محمص وجميل، وزبيب. الزبيب ده بسم الله ما شاء الله عليه جميل. وطبعا المشمش. كل سنة الحاجة دي بتجي لنا، ربنا يخليهولي يا رب ويجيبها لي كل سنة. والقراصية اللي هي البرقوق المجفف. وكده خلصنا الحاجة بتاعتنا اهي. هي حاجة بسيطة بس حبيت اوريها لكم. حبيت اشكرهم كده. الف شكر ليهم، وربنا يقدرهم كل سنة ويجيبوا لي الحاجة دي. انا واخواتي بيجيبوا لنا زي بعض، وكل سنة هم طيبين، وكل سنة يا رب يجيبوا لنا ان شاء الله. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم.